اوعى ابدا تفكر تدخل التراب بالليل، وتحديدا اوعى تروح ناحية تربة المصرية. ابطالي وبطلاتي هلا والله، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قصتنا النهاردة بتتكلم عن المقابر، فمستعدين لجرعة الرعب دي؟ تمام، يعني لايكك الجميل ويلا نبدأ. بسم الله. في واحدة من قرى الأرياف موجود هناك شاب اسمه محمد وعمره 19 سنة، ومن 4 سنين بس بتبدأ قصته المرعبة. محمد بيحكي وبيقول: من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا بسمع أهل القرية عندنا بيقولوا حاجة وبيرددوها كتير، وكأنه تحذير شديد بيبلغوه لبعض: اوعوا تدخلوا المقابر بالليل، وتحديدا تربة المصرية الدجالة، اوعوا تقربوا منها. كنت بسمع الكلام ده على طول، ولكن ما كنتش بحطه في بالي تحديدا، يعني لأن كنت صغير ومش فاهمه. ولكن لما تميت ال15 من عمري حصل موقف غريب خلاني أفكر في موضوع المقبرة ده بجدية، وتحديدا لما جدي توفى. وقتها زي ما قلت لك أنا كنت 15 سنة، يعني كبير بنسبة كبيرة وفاهم وعارف إن جدي لازم يتغسل ويتكفن، وكمان إكرام الميت زي ما احنا عارفين دفنه. ولكن وقتها ده ما حصلش. عمامي غطوا جدي من ساعة ما مات المغربية وما خلوش أي حد يجي يغسله، فاستغربت وقلت لهم: هو انتوا ما كلمتوش الشيخ يسري المغسلاتي؟ قالوا لي: كلمناه يا محمد. قلت لهم: طب اتأخر ليه كده؟ قالوا لي: ما اتأخرش ولا حاجة، احنا متفقين معاه على 11 الصبح علشان هنغسل وندفن بعدها على طول. فقلت له: وما ندفنش دلوقتي ليه؟ احنا ما شاء الله كتير والبلد مقلوبة من ساعة ما عرفوا خبر جدي، يعني لو بتدور على عدد كبير يكون موجود وراه زي صلاة الظهر هتلاقي دلوقتي زيه واكتر كمان، ما انتوا عارفين ان جدي كان خيره على الكل. قالوا لي: يا ابني مش كده الموضوع. قلت لهم: لو مش ده الموضوع ايه الموضوع؟ قالوا لي: يا ابني يعني انت مش عارف احنا مش عايزين نروح ندفن ليه دلوقتي؟ قلت لهم: والله ما اعرف. قالوا لي: تربة جدك جنب تربة مصرية الدجالة، فمستحيل يا ابني حد يفكر يدخل التراب في الوقت ده، واهل البلد اللي انت عمال تقول خير جدك عليهم محدش هيفكر يجي معانا. فقلت لهم: نعم، انتوا بتهزروا يا عمامي؟ بقى عيلتنا اللي بيتهزلها اجدع شنب خايفين دلوقتي؟ ومن ايه؟ من التخاريف والاساطير؟ رد عمي الكبير وقال لي: يا ابني ما تتسرعش، دي لا تخاريف ولا اساطير، اللي موجود هناك واقع ما يتحملوش بشر. فضربت كف على كف وسبتهم وخدت بعض ومشيت، وقلت لنفسي: مستحيل، انا لازم اثبت لهم ان اللي بيفكروا فيه ده مجرد وهم في دماغهم وهم اللي عايشين فيه. وقررت وقتها قرار انا اتاكدت بعديه ان ما كانش ينفع اخده في حياتي، وهو ان ادخل التراب في عز الليل، وتحديدا عند تربة المصرية الدجالة. وبالفعل روحت على شقتنا وغيرت هدومي وخدت الكاميرا بتاعتي والكشاف وخدت بعضي ونزلت، ومن هنا اتوجهت على التراب لوحدي بعد ما العشا كمان أذنت. دخلت وقتها المقابر وفضلت ماشي. انا فاكر وقتها مكان التربة دي لان كنت رحت في مرة دفن الصبح مع ناس وسمعتهم وهما بيتكلموا عليها، ففضلت ماشي على الذاكرة لحد ما وصلت. انا متأكد ان حتى لو ما كنتش شفتها كنت هعرف ان هي التربة دي، لأن شكلها مختلف تماما ومريب عن كل التراب. وللأسف ساعتها من أول ما شفتها الخوف بدأ يتسلل لقلبي. التربة حواليها أشجار ضخمة جدا محوطاها بشكل غريب، والهوا كمان عندها بارد جدا وكأنها في بلد تانية مش في نفس المقابر. وكان في عند التربة دي تمثال لواحدة شكله مخيف جدا، كانت مبرقة وبصة قدامها. اللي جاي عليها يحس إن التمثال بيبص له وكأن التمثال هيتكلم وهيهجم عليه. وقتها فجأة بدأت أحس إن في حد بيراقبني وبيبص عليا، ولكن لما كنت ببص ما كنتش بلاقي حد. فحاولت أهدي نفسي وأقول: في إيه؟ دي تراب ومفيش غير تراب، هو أنا كمان هفكر زيهم ولا إيه؟ وبدأت وقتها أقرب من تربة المصرية وتحديدا عند التمثال، وقررت إني هاخد جنبه صورة دلوقتي علشان لما ارجع اروح اوريها لعمامي والاهل القرية واعرفهم ان كل اللي بيقولوه عن المكان ده غلط في غلط. وبالفعل وقفت جنبه وتصورت معاه صورة والتانية. فجأة حسيت احساس مرعب، لقيت جسمي اشعر مرة واحدة وشعر راسي كله وقف. فبعدت عن التمثال بسرعة وفضلت ابص حواليا وانا قلقان، ولكن برضه ما كانش فيه اي حاجة.
فحاولت اهدي نفسي وطلعت الصور من الكاميرا وبدأت اتفرج عليها. ووقتها لاحظت حاجة غريبة، مش فاهم هو ايه اللي ورايا في الصورة ده، هل هي شجرة ولا مجرد ضلمة؟ انا اصلا نظري ضعيف شوية، فقربت الصور من عيني كده وانا منور عليها بالكشاف. وقتها شفت منظر خلاني رميت الصور من ايدي وانا بتنفس بالعافية، وفضلت ابص حواليا وانا مرعوب، لاني لقيت اللي ورايا في الصور مش ضلمة ولا شجر، اللي ورايا واحدة ست لابسة اسود في اسود، كانت شبه الست اللي معمول لها التمثال، كانت واقفة ورايا بالظبط وبتبص عليا ومبرقة. انا وقتها كنت مخضوض جدا، ولكن حواليا مفيش اي حاجة، فوطيت بسرعة وخدت الصور مرة تانية وببص ما لقيتش فيها حاجة. الصور انا واقف فيها لوحدي وورايا التراب فاضية تماما، فقلت وقتها لنفسي معقول يكون بيتهيألي، ولكن في نفس اللحظة بتحصل حاجة مرعبة مرة تانية. بحس وقتها ان في حاجة بتمشي على وشي، ما كانتش حشرة ولا مجرد احساس بالهوا خبط وشي، اللي حسيت بيه كانت ايد خشنة وساقعة تلج كانت ماشية على وشي. فلفيت بسرعة بص وانا عمال اقول بسم الله بسم الله. في اللحظة دي الكشاف اللي معايا انطفى لوحده، حاولت ايده تاني ما قتش، ووقتها بدأت اسمع صوت خطوات لواحدة ست ماشية ورايا. عرفت منين انها الواحدة ست؟ كنت سامع فيها صوت خلخال عمال يرن معاها. وقتها انا نفسي ضاق جدا وكأن في حد بقى واقف على قلبي وخانقني. فوقتها من التعب والخوف رميت الكشاف على الارض وحطيت ايدي على قلبي، ولحظتها الكشاف اشتغل وهو على الارض، وبدأت اشوف وقتها مطرح منور اللي ما كنتش مصدق ابدا بوجوده. ظلال كتيرة سودة عمالة تتحرك في التراب، كانوا عمالين يتحركوا شمال ويمين، ولكن فجأة كلهم وقفوا مرة واحدة ولفوا وبدأوا يتجهوا ناحيتي. أنا وقتها لما شفت المنظر نسيت التعب ولفيت وشي بسرعة علشان أهرب، ولكن المرعب إن لقيت نفسي جوه المدفن بتاع المصرية. أنا أصلا ما كنتش عارف ولا واخد بالي إن مدفن المصرية ليه باب. أنا عديت وما فتحتش باب ولا شفت باب، فلما جيت أهرب لقيت مقفول عليا باب المدفن. حاولت أفتحه بكل الطرق ولكني مش عارف، فترعبت أكتر وكنت حاسس إني خلاص مستحيل أطلع من المكان ده. فببص ورايا لقيت ظل على هيئة واحدة ست واقف ورايا على طول، كان واقف وما بيعملش أي حاجة، لا ليه عين ولا ليه بق ولا أي ملامح. فوقتها بدأت أبلع ريقي بالعافية وأنا باصص له. وقتها الظل لف وسابني ومشي، ولكن بدأ يطلع منه صوت، بدأ يتكلم ويقول أنا استنيت كتير. صوته كان عالي ومسمع في التراب كلها. أنا استنيت كتير جدا ومستحيل أسيبك تخرج من هنا. وقتها أنا بسمع الكلام وأنا مرعوب، ولكن فجأة شفت الست اللي كانت ظاهرة ورايا في الصور، كانت جاية وهي بتزحف على الأرض بشكل مرعب، وكانت عمالة تبصلي ومبرقة جامد، وفجأة مسكت رجلي. ووقتها أنا بدأت أحس إحساس غريب، إحساس وكأن خلاص روحي بدأت تسيب جسمي وتمشي، روحي بتتسحب مني والنفس بقى شبه معدوم. وفجأة بدأت أغرق في الظلام، كل حاجة بدأت تسود في وشي، حرفيا ده خلاص الموت. وفي اللحظة اللي أنا خلاص بستسلم فيها وبقع في الأرض، فجأة لقيت نفسي باخد نفس عميق وببص حواليا، ووقتها لقيت نفسي بره المدفن، مش عارف أنا خرجت منه إزاي. كنت قاعد جنب البوابة بتاعته المقفولة وماسك الباب الحديد. لما بصيت على إيدي لقيت عليها دم، ولكن أنا ما اتعورتش ولا حاجة، ولا فاكر إن في أي حاجة حصلت جوه تخلي على إيدي الدم ده. فقلت أنا بفكر في إيه، قمت بسرعة وقررت إني هخرج من المقابر. ولكن وقتها رجع لي نفس الإحساس، إحساس بأشعار جديدة في جسمي وشعر كله بدأ يقف. كنت حاسس إن في حد بيراقبني وبيبص عليا، وتحديدا عند التمثال اللي جوه المدفن. فبصيت له وأنا مش عارف إيه السر اللي وراه وإيه الدم اللي على إيدي ده وسببه إيه، ولكن كنت عارف حاجة واحدة بس، حاجة واحدة ما فيهاش مجال للشك، أنا عمري ما هاجي للمكان ده مرة تانية. ولفيت وشي وبدأت أمشي، وكنت سامع وقتها صوت همس وضحك لواحدة ست، وفجأة
بدأ يتحدف عليا طوب وخشب من جوه المدفن بتاع المسيرية. فخدت بعضي وجريت لحد ما الحمد لله طلعت من التراب. وبالفعل صدقت كل اللي كان بيتقال وقتها، لدرجة ان تاني يوم انا ما رحتش دفنة جدي. ومن وقتها لحد النهاردة وانا مش عارف الدم اللي على ايدي ده جه منين، ولكن الحمد لله اني طلعت. ودي كانت اخر جملة في الرسالة. يعني لحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل، في امان الله.